السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الكل يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا ربي. الوصفة ديالنا ديال اليوم او لا فيديو ديالنا ديال اليوم، هاد الكيك الرائع الصراحة كيجي كبير وكيجي الحجم ديالو عائلي. تابعوا معنا لا فيديو الى الاخير. مكونات سهلة وبسيطة وكيعطي البنات الطاقة والحيوية للجسم، يعني فيه مكونات نافعة للصحة. معايا هنايا 3 ديال البنانات كما تلاحظوا هنا راه طايب. الا كان من الممكن البنات تخليه هكذا هو الاخر مع كيتاكسد حتى ديري المكونات الاخرى ديال الكيك يعني. صافي هنايا بالزربه غنمعكم. تحاولي مثلا تضيفي البيض وهذيك السنيده هما الاولين، من الاحسن عاد تسمعكي هاد البنان دائما تزربي عليه باش ما يتاكسدش في الكيك وتجيك الكيكه ديالك لون غير، يعني كتعطي لون كما تعرفوا راه البنان والتفاح راه كيتاكسدوا، يعني تخليهم هكذا في الوصفه هما الاخرين. انا درتهم هما الاولين. صافي معليش بالزربه غنزرب عليهم. هنايا بعد ما ضفت البنان غنضيف عليه تقريبا 4 البيضات، راه كتعطي هاد الكيكه وكتجي كبيره يعني. نص كاس ديال السنيده، ممكن هاد الكاس راه عبرت بيه صغير، ممكن الا كنتي تبغي مثلا مع البنان حلو انا درت غير نص كاس، ممكن ديري كاس يعني لا ربع هكذا ما عامرش. كما تلاحظوا الكاس راه صغير. قبصه ديال الملح ضروري في الكيكه البنات، راه بانت في لا فيديو. هنا غنقطع قطع ديال الكركاع غير شويه، كما تلاحظوا راه غير شويه شويه، كيعطي واحد المذاق رائع. اللي مجرب هاد الكيك يقول لي راه مجربها. البنات في كومونتير مرحبا بكم والف مرحبا. دائما نرحب بالبنات الجداد وبالبنات القدام اللي منضمين ليا. مرحبا بكم والف مرحبا. هنا نقطع القطع ديال اللوز هكذا، هادو غير للتزيين. دائما تبريباري هذاك الشيء قبل باش يجيك الكيك ديالك ساهل يعني باش تجيك سهله ممكن تقطعي هكذا الكركاع كما تلاحظوا. اللوز راه كنقطع فيه غير بالموس. صافي دابا غنضيف الكركاع فوق المكونات والشوكولا، نخليها دائما للتزيين حتى هي تقطعي هكذا غير بالموس. كيعطيو هاد القطع منظر زوين للكيك. للتزيين هادو في نفس الوقت راه يدخلوا في المكونات ديال الكيك. هنايا ضفت الكركاع كما تلاحظوا، راه كيعطي واحد المذاق رائع هاد الكركاع لهاد الكيك مع البنان. هنايا كاس اللي عبرت به راه غير صغير ماشي ديال العنبه، كاس زيت وكاس حليب. صافي نميكسي هاد المكونات جيدا، يعني نخلطهم. ولا كان عندك غير خلاط يدوي ممكن تستعمليه او ميكسور. هنا غنضيف الدقيق حسب الخليط. تقريبا راه هزات ليا البنات تقريبا اكثر من ربعة ديال الطحين. الدقيق الابيض دائما يكون من نوعيه جيده. صافي كتبقاي تحركي دوك المكونات، تخلطيهم مزيان حتى ينسجموا مزيان مزيان. كما تلاحظوا راه استعنتنا غير بالضرب اليدوي عادي. صافي هنا البنات راه كضفت واحد الحبيبات ديال الكركاع غير ما بانوش باش يبقاو باينين ليا مع الكركاع اللي ضفت في الاول. كنت طحنته باش ملي تجي ديك العضه ديال الكيك كتلقاي هذوك الكركاع هكذا حبيبات. عفوا هنايا البنات راه ما بانش ليا في التصوير 3 ديال الخمارات وفاني. عفوا ما بانش ليا هنا في التصوير 3 الخمارات وفاني ديري تضيفيهم مع الطحين. مشات ليا البارتيه البنات ديال الخميره ديال الحلوى بيكنغ بودر. اللي ما كيعرفش مثلا اللغه المغربيه 3 ساشي وفاني. هنايا فرجت درت غير لاطه عاديه. الا كان ما عندك شي مول، اي مول ديالك استعمليه صافي. ونصب الخليط ويكون الفران مسخن على درجه مهيله وتخليها الفوق حتى تبان لك طابت. دائما هذا تهبطها تقريبا واحد 2 دقائق صافي الكيك ديالنا طاب. دائما في الفرن عادي كطيب الفوق الكيك حتى تيبان لك طاب على حساب الفرن ديالك. صافي هنايا زينتها بهاد القطع ديال اللوز.
ودرت لها دوك الشوكولا اللي قطعنا، كيعطيو واحد المنظر رائع. وندخلوها طيب البنات، كتجي رائعه والحجم ديالها كبير الصراحه، وجات وعطات حجم هائل يعني. كنحاول نزينها هكذا. التزيين دائما اختياري. زينتها هكذا بخطوط تاع الشوكولا ودخلتها الفرن، الصراحه جات رائعه واكثر من رائعه. والمكونات اللي فيها كلها صحيه كما لاحظتوا. السكر ما ضفتش بزاف، تقريبا نصف كاس صغير. صافي هنا بعد ما ندخلها الفران كما تلاحظوا جات الصراحه رائعه، جات واعره. البنات اللي مجربها يكتب لي في الكومونتير راه تيديرها، واللي ما مجربهاش بالصحه والراحه. صافي هنايا بعد ما جبتها ممكن تغلي ديري هكذا في كاسرونه واحد نص كاس ديال الماء والسكر والحامض، وديري ليها تسقيها هكذا. انا خليتها هكذا غير ناشفه الصراحه جات رائعه. مبغيتش نقوي قوه السكريات. ديري ليها السقوه هكذا نص كاس تقريبا ديال السكر وفيه قطع ديال الحامض، وتخليه يطيب مزيان مزيان. صافي تبداي تسقيها هكذا. انا خليتها هكذا الصراحه غير ناشفه مع درتها هنا في رمضان، بغيت نقوي بزاف تاع السكريات. وتزينيها هكذا بالخطوط تاع الشوكولا. صافي والصحه والراحه دائما. الا عجبكم كما تلاحظوا راه جات واعره البنات وصحيه، والمكونات كلها اللي فيها صحيه. نتمنى البنات الا عجبكم لا فيديو ابونيو واشتراك ولايك قناتي فضلا وليس امرا. كما تلاحظوا راه غير كنحب نشارك معكم هكا الوصفات. راه واقفه تقريبا من الاشهار، ما كاينش حس الاشهار. كما كنذكر دائما في لا فيديو راه كتجلس تقريبا واحد العام ما بقيتش خدمت عليها. توقفوا لي السوايع نهائيا. سمحوا لي البنات على هاد المونطاج شويه عيار، راه ضاربني البرد. هاد البرد ما عرفتش كيمشي وكيرجع. زينتها هكذا بالخطوط تاع الشوكولا ونقطع معكم الصراحه جات رائعه البنات. نتمنى تجربوها. دائما لا عجبتكم الوصفه ابوني واشتراك ولايك قناتي فضلا وليس امرا. ثم تلاحظوا دوك الحبيبات تاع الكركاع والصحيه البنات، صدقوني الصحيه 100%. تاكليها وانتي مرتاحه وما كتشبعيش فيها الصراحه. تلاحظوا دوك الحبيبات رجعوا من الداخل ديال الكركاع، وتا ديك الشوكولا دخلات فيها جات بحال المحشوه من الداخل. نتمنى البنات اللي عجبكم دائما لا فيديو ابوني واشتراك ولايك قناتي فضلا وليس امرا. راه كما ذكرت ممكن ديري لها السكر والماء تخليهم يطيبوا وتسقيها، ممكن تخليها بحال كذا ناشفه. دائما البنات ثم تعاودوا تعيدوا تعاودوا. شكرا على المشاهده وشكرا على اللايكات. هنا راه كنقطع قطع الدراري الصراحه راه عجباتهم. ان فوا تبرد صافي تبداو تناولوها، وخصوصا اللي درتيها في الثلاجه واحد الساعه كتجي رائعه رائعه. الى اللقاء والى وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم سالمين.